السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض صينية البطاطس اللي انتوا شايفينها دي. تعالوا نشوفوا هنعملها ازاي. اول حاجة بقى معانا هنا الخضار بتاعي اللي هو بطاطس وفلفلة وشطة وبصل وقرص طماطم والبهارات والثوم. تعالوا يلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة كده البطاطس بتاعتنا هنقطعها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنقطعها مدورة كده، والتقطيع هيبقى ولا سمكها هيبقى ولا تخين ولا رفيع، وسط كده. هنقطع بقى كل كمية البطاطس بتاعتنا. كده بقى خلصنا كل تقطيع البطاطس بتاعتنا. تعالوا نشوف بقى نقطع بقى البصل. هنقطع كده البصل حلقات كده بالشكل ده، وكل ما يكون البصل كتير يكون احسن، يعني بصلتين او بصلة كبيرة بس نقطعها بالشكل ده، بتفرق في طعم صينية البطاطس. هنا بقى خلصت بقى تقطيع البصل بقى. هنجيب بقى الفلافلة بقى ونقطعها كمان حلقات زي ما انتوا شايفين كده. وهنا بقى الشطة بقى اختياري، بس الشطة بجد بتبقى طعمها حلو في صينية البطاطس بتاعتنا. نقطعها كمان حلقات كده، ومعانا بقى قرص طماطم كده صغير. هنقطعه كمان بالشكل ده. معانا بقى طبق او بولة، ننزل بالخضار بتاعنا في البولة كده بتاعتنا. ومعانا كده معلقة توم، ومعانا البهارات بقى بتاعتنا اللي هي عبارة عن فلفل، شوية فلفل وشوية كمون، حاجات بسيطة يعني، وشوية قرفة، وسبع بهارات بس ما نكترش في البهارات يعني وكده، ومعلقة ملح. هنقلب بقى كل الخضار كده زي ما انتوا شايفين. بالطريقة دي بتفرق في طعم الأكل بجد، أحسن ما نقلبه بالمعلقة. نقلبه كده بإيدينا بالطريقة دي. وبعد كده مقلبناهم بقى كده مع بعض في البهارات بقى، ننزل بقى بالبطاطس بتاعتنا في الخضار، ونقلبهم كده برضو تقليبة كده مع بعض. بتفرق الخطوة دي جامد في طعم البطاطس. هنقلبهم كده مع بعض. وهننزل بقى بالصلصة بتاعتنا كده، او الطماطم اللي احنا عصرناها في الخلاط. نزلنا بيها كده كلها على الخضار على البطاطس بتاعتنا. وجبنا صينية كده اللي هندخلها الفرن. فضينا البطاطس بتاعتنا فيها،
وهندخلها بقى الفرن كده، وطلعت بالشكل ده. جربوها بقى وقولوا ايه رأيكم فيها، تتاكل كده بالرز والشعرية وطعمها بجد حكاية.